القمر الصناعي طيبة ودوره الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كان من ضمن خطط مصر في مسيرتها الثابتة للتحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية. إطلاق القمر الصناعي طيبة واحد واللي بيساعد في بناء القدرات الرقمية لتوظيف الشباب والتحول الاقتصادي الرقمي، وكمان وصول كل الخدمات الصحية والتعليمية لكل المناطق. القمر الصناعي طيبة يعتبر أول قمر صناعي مصري للاتصالات، وكان بداية تحقيق حلم وطموح كبير قوي للمصريين، وكمان مشروع استناه كتير من الدول العربية ودول حوض النيل، لأن الهدف من المشروع مش بس الاندفاع بالنسبة لمصر، لا وده كمان للدول العربية ودول حوض النيل. وبالرغم من الصعوبات والتحدي الكبير جدا اللي قابل المشروع ده، إلا إن تحالف شركة تايلز إلينا سبيس وشركة ايرباص أظهر مهنية واحترافية كبيرة في الجدول الزمني لبناء القمر الصناعي، ويحقق طفرة في تاريخ الدولة المصرية. طب إيه الاستفادة اللي بتوصل بيها مصر لإطلاق القمر الصناعي ده؟ هي الحقيقة مش فايدة واحدة ولا في مجال واحد، ده احنا هنتكلم عن أكتر من مجال هيتأثر بشكل إيجابي جدا بسبب القمر الصناعي طيبة. يعني لو اتكلمنا كده مثلا في المجال العسكري، هنلاقي إن القمر الصناعي طيبة بيساعد في دعم الإشارات الاستراتيجية عالية التشفير والتأمين بين مختلف وحدات القوات المسلحة جوه الدولة وخارجها، وده على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. بالنسبة بقى للمجال المدني، فالقمر الصناعي طيبة بيساهم في توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت، وبتشمل المناطق النامية والمنعزلة عشان يتم دعم المشروعات التنموية في الأماكن دي. كمان ليها دور مهم جدا في سد الفجوة بين المدن والريف، غير مساهمته في النهوض بأكتر من قطاع في المجتمع زي البترول والطاقة والثورة المعدنية والتعليم وغيرهم. غير بقى الدور اللي من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقمر الصناعي طيبة، وهو توفير الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل. طب إيه هي المميزات الخاصة بالقمر الصناعي المصري طيبة واللي خلت العالم كله يقول إن هو فعلا نقلة نوعية في تاريخ مصر؟ أول حاجة إن هو مصمم في مصر دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية، وبيحتوي على كاميرات عالية الدقة والجودة بتساعد على التصوير الفضائي بشكل ممتاز. كمان دوره مهم في دعم جهود التنمية الشاملة، وبيتميز القمر الصناعي طيبة بسرعته العالية وحل أزمة التأخير، واللي بدوره بيقدم التغطية الكاملة لخدمة الاتصالات والإنترنت بنسبة 100%. غير دوره في توفير خدمة الاتصالات في القوات المسلحة والجهات الحكومية في الدولة المصرية، واللي بدأ في تنفيذ الخطوة دي القوات المسلحة المصرية من خلال توفير القنوات المباشرة للاتصالات اللي هتتم عن طريق القمر الصناعي، وده من ضمن شبكة المواصلات التراسلية الاستراتيجية. والمفاجأة بقى إن نطاق التغطية للقمر الصناعي عبارة عن شعاع قوي بيغطي جمهورية مصر العربية كلها، وشعاع تاني عالمي بيغطي تلت مساحة الكرة الأرضية. وده بيأكد لنا إن الهدف من القمر الصناعي طيبة مش مقتصر بس على الأهداف الدولية، لأ ده أهدافه عالمية وهيستفيد منه كتير من الدول العربية، وتبقى مصر حققت من خلاله نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا، وده بقى إنجاز من ضمن إنجازات كتير.